أغلب الفنانين طلعوا شغل من وحي الأقصر. حدث فني مهم في الأقصر. Luxor Symposium is a very big and great symposium. الدورة هذه مناسبة لطرح العديد من القضايا ومحاولة إيجاد نوع من الحلول التي يمكن أن تساعدنا لتجاوز الصعوبات التي تعترض كل فنان عربي بصفة عامة. معانا ناس كتير جدا موجودين في الملتقى، الناس مغرمين بسحر محافظة الأقصر. ملتقى الأقصر من أهم الملتقيات الفنية اللي يطمح كثير من الفنانين التشكيليين في العالم العربي والعالم أيضا المشاركة فيه. ملتقى رائع تنظيميا وتجهيزيا وإمكانيات. I met so many artists from Egypt and from all over the world, so it's very, very nice to see people working together, and I'm also working with them and getting the inspiration for them as well. الدورة جميلة بالتفاعل ما بين هذه الأجيال وهذه الجنسيات واللغات وحاجات كتيرة الحقيقة يعني. This symposium, I think it's one of the best experience for me because here is amazing nature and people also, and yeah, I really appreciate. فعلا هي كانت تجربة مهمة جدا جدا، ان انا التقيت بفنانين كنت اعرفهم معرفة بسيطة لكن عرفتهم اكتر وقدرت ان انا اوصل بين الأجيال على لوحاتي. دي أول مرة ليا في الأقصر والمكان ساحر جدا الصراحة. الأقصر ممكن نقول يعني أعظم بلد في الدنيا. ملتقى زي ده خلاني أعرف حاجات أنا عمري في حياتي ما قابلتها، زي إن أنا أختلط بفنانين كبار وأساتذة كبار، لأن أنا لسه متخرجة فما كانش ليا الفرصة إن أنا أعيش تجربة زي دي بحرية من غير أي قيود أكاديمية كانت موجودة عندنا في الكلية. حقيقة تمثل مصر قبلة للفنانين سواء كان في العراق أو في العالم، لما تحتوي مصر من حضارة عظيمة. ملتقى الأقصر ده ملتقى يعتبر عنوان للثقافة المصرية ومدى اهتمام وزارة الثقافة وصندوق التنمية بإقامة مثل هذه السيمبوزيوم أكثر من أي سياحة في العالم. هناك تقارب في الثقافات وتبادل في الحوارات، وهذا هو الجزء الأهم الذي يسعى إليه الملتقى. أيضا التسويق السياحي، هناك انعكاس لما يدور هنا على أرض الأقصر، وجموع الفنانين تنقل كل الأحداث وتنقل الصور تباعا لما يروه هنا في هذه المرحلة.